السلام عليكم. سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا بخير، على خير، تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم مرحبا بكم في القناه خديجه ام رانيا. كما كتشوفوا اليوم غادي نوجد معكم بيتزا بالقمح الكامل وبصوص بيشاميل، كيجيو خطيرين خطيرين بزاف البنات. مهم ما كنلوحش دائما الفيديوهات صراحه، سمحوا لي بزاف بزاف على، وسمحوا لي حتى ديك البنات اللي كيسولوا عليا وكيقولوا لي علاش ما كتلوحيش الفيديوهات. غير مع الوقت وصافي، راه عندي الفيديوهات غير هو باش تجي تمونطي وهذا كيجي شويه صعيب، وكان عندي امتحانات ديال بنياتي وهذا داكشي علاش تشغل شي شويه. المهم هادشي اللي كاين البنات، وعاوتاني ماشي غير على الامتحانات وهذا، غير دابا مع المونتاج خاصك تبقاي تمونطي، وراه عندي الفيديوهات باش نمونطيهم وهذا الوقت ما كاينش وكياخذ هادشي الوقت. داكشي علاش، وباقي كاع ما باقي ما تاقلمتش مزيان مع اليوتيوب، داكشي علاش. المهم بنادم غادي دقه دقه قال لك قطره قطره حتى كتحمل واد. المهم كما كتشوفوا هنايا القمح الكامل كنت ديجا دوجته معكم في المهم كنت ديجا درتو معكم هذا الفيديو ديال القمح الكامل. مهم في القمح الكامل وفيه شويه الطحين، ما كنديرش فيه السكر نهائيا، كندير فيه غير الملحه والخميره معجونه فقط، وكنسمو غير بزيت العود، ما كندير فيه لا زعتر لا والو. كنت ديجا في فيديو كنت درت فيه الزعتر نسمتو، هذا ما نسمتوش صراحه، خليته غير بزيت العود والقمح الكامل، يعني جا خطير بزاف بزاف. المهم من بعد ما عجنت العجينه ديالي عادي كما كنعجنوها دائما، كنقرصها شي شويه بالزيت العود وكنخليها تضاعف الحجم ديالها. من بعد كما كتشوفوا من بعد ما كتضاعف الحجم ديالها هنايا، وكان كنبيكيها بهذه الطريقه. هنا بغيت نوريكم واحد الطريقه كنديرها باش انا كتجيني الدوائر ماشي دوائر كبار. المهم كاين اللي كيديروهم غير دوائر هكا دغيا كيقرصوهم، هذا انا بغيتهم يشدوني الفرن وحده. مهم نتوما تشوفوا الطريقه اللي كنستعمل، درت انايا الطبيصيل الكبير مهم موين، وكنقطع به بهذه الطريقه باش كيجيني كيشد لي الفورمه ديال الدائره ديال الطبسيل. المهم الطريقه زوينه. كاين اللي بعض المرات كنقرصها صراحه غير عادي هكا، كندير على حسب هذا الصينيه ديال الفران، كنديرها على قدا. غير دابا هنايا ما بغيتش ندير لا صينيه ديال الفران لا والو، كندير الصينيه هذه كبيره كما كتشوفوا، كنقطع فيها بحال هكا هكا دوائر كبارين، وكندير دوائر صغارين هاهم باش كنشدهم بالعبر باش كيبقاو لي العبر واحد كيشدوا الفورمه وحده. من بعد كما كتشوفوا من بعد ما كتبقى ليا العجينه شايطه، كندير هذوك الصغيورين. بعد ما كنقرص عاوتاني كندير دائره كبيره. مهم نفس الفورمه كيجيوني نفس العبار. ما كنديرش القطعه، عندي قطعه كبيره ديال لي كاطو، غير هي فيها واحد اللعيبه، داكشي علاش ما غادي تعوج لي، داكشي علاش شديت التبصيل العبار. يعني ماشي ضروري يكون عندكم الساخ كبير، ماشي ضروري، غير التبصيل راه كيشد العبار. المهم كما كتشوفوا بهذه الطريقه العجينه اللي بقات ليا من بعد ما درت جوج ديال البيتزا شويه كبار، هذوك تبغاهم باش نتغداو بهم. ودرت هنايا هادو بيتزات صغارين باش كنديرهم في الفريغو، يعني في اي لحظه كنبغيهم كنلقى عندي بيتزا. انا مني كيعجبني مني كنعجن بالكثره، باش مني اللي كناكلهم اللي كنخليهم في الفريغو، يعني في اي لحظه كتجيب ديهم. المهم بهذه الطريقه كما كتشوفوا بعد ما كملت الدوائر ديالي كبارين، ودرت هنايا خديت واحد الساخ صغير هنايا ديال الحرشه كما كتشوفوا. ومن بعد ما كنبيكي كنسرح العجينه كنبيكيها بالبيكي، وكندير وكنقطع الدوائر المهم الفورمه اللي بغيتو. المهم محدي انا كنقرصها بالقمح الكامل، يعني كتجي الساهيه 100%. هنايا من بعد كما كتشوفوا هنايا بغيت ندير المهم مطيشه الحوك، فلفله حمراء فلفله خضراء والبصله، تحميره سكينجبير الخرقوم البزار وشويه الملحه. هنا غادا نشحرهم هنايا، انا بغيت نطيبهم هنايا حيت بنياتي ما كيبغيوش ليا ديك الفلفله، هذاك الشيء علاش كنت غادا نشحرهم شي شويه. بعد كما كتشوفوا هذه العجينه ديال البيتزا بعد ما كطيب النص طيبه كما كتشوفوا، كطيب هنايا نص طيبه كما كتشوفوا بهذه الطريقه. ما كنخليهمش يطيبوا بزاف حيت غادا نعمرهم ملي غيدخلوا الفران، غادا نحاول انني نحمرهم غير من الفوق فقط، ما خليهمش يطيبوا ليا من التحت. صافي غير هذه الطريقه صافي الله يجل البركه، لان العجينه ما كتجيش لا مدكسه لا والو، كتجي هي هذيك في المهم كتجي هي هذيك في الطياب ديالها. صافي كما كتشوفوا من بعد ما درت داك لاصوص اللي درت، ودرت فوق منها شويه ديال السوليس باش تجي، حيت هاد لاصوص ما خليتهاش جاريه باش ما بغيتهاش تجيني جاريه، حيت فيها الفلافل والبصله خليتها شويه خضراء عقده، عاد باش كندير فوق منها شويه ديال السوليس. هنا غندير وحده ديال الكروفيت وحده ديال الطون، بالحق غنديرهم جوج ديال الطون، غير وحده
غنزيد فيها الكروفيت. عندي بنياتي كما كتشوفوا انا عندي ما كيبغيوش ليا الكروفيت، داكشي علاش درتها وحده هكا وحده هكا. صافي من بعد كما كتشوفوا بهذه الطريقه، من بعد ما درت الطون هنايا غادا ندير البيتزا كلها ديال الطون، والاخرى غادا ندير حتى شويه ديال الطون غير هكا كنسمه. وهذوك صغيورين تا هما، هذوك صغيورين البنات بقاو شايطين، قلتي لا تكالوا ما تكالوش راه كنديرهم فريكو، ولكنهم طايبين وكلشي وكنديرهم فريكو، يعني حتى كنبغيوهم الكوتي ولا شي حاجه راه كنسخنهم كنجبدهم. صافي كما كتشوفوا من بعد ما كندير شويه ديال الكاشير، هنايا كنت حكيت الكاشير وكنت حكيت حتى الفرماج موتزاريلا. المهم كما كتشوفوا من بعد ما كندير شويه ديال الكاشير، وغادا ندير هنايا صوص بيشاميل. هي البنات والله العظيم حتى كتجي خطيره. هنايا صوص بيشاميل راه كندير فيها 2 كيليات، وكندير فيها نص لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال الطحين، ومعلقه ديال الزبده، شويه ديال الملحه. هنايا ما درتش فيها انا البزار، درت فيها سكينجبير، جات زوينه ديك السكينجبير مع ديك لاصوص ديال المهم هاد لاصوص جات فيها زوينه البنه ديال السكينجبير. صافي المهم كما كتشوفوا من بعد كنديرها بهذه الطريقه، وكندير فيها كما قلت لكم درت فيها 2 كيريات. ما عندكمش ما بغيتوش ديروا كيري كديروا فيها شويه ديال الموتزاريلا. انا ما بغيتش ندير فيها موتزاريلا، درت فيها 2 كيريات لان غادا ندير موتزاريلا من الفوق وديك الساعه ندخل الفران. المهم كما كتشوفوا كيجيو زوينين، كتجيب بيتزا خطيره بدل البنات ديال صوص بيشاميل ومع هاد القوام كتجي زوينه بزاف، وحتى مع القمح الكامل ما نعاودش لكم البنات. ايوا هادشي اللي كاين البنات. من بعد كما كتشوفوا وحده غادا ندير فيها الكروفيت، وديك الصغيورين نتوما غندير فيهم كروفيت، وحده ما غاديش نديرها غادا نخليها هكاك غير بالكاشير والطون فقط. صافي كما كتشوفوا بهذه الطريقه غادا نكمل البيتزات ديالي كاملين، وغادا ندير فوق منهم الفرماج لان كما كتعرفوا هذاك كروفيت دغيا كيطيب، يعني كتدخل ليه غير الحراره صافي راه كيطيب. داكشي علاش غندير، حيت نورمالمون ما كنديرش الكاشير من الفوق، ما كنديرش الفرماج من الفوق حتى كيطيب كلشي عاد. غادي دابا مع العجينه طايبه وداكشي اللي درت فيها كله طيب، غير هو الكروفيت دغيا راه غير يدوز شويه في العافيه راه كيطيب. هذاك الشيء علاش غادا نخليه بهذه الطريقه كما كتشوفوا. غادا ندير فوق منه الفرماج وغادا ندخلها للفران وانتم معايا. صافي البنات من بعد ما زوقت انايا درت لها شويه ديال الزيتون من الفوق، وغندير فوق منها شويه ديال الزعتر. كان عندي هنايا الزعتر طاحناه ديجا، نقيته وحيت منه داك الحجر والعواد وكنطحنو باش ملي كنبغي كنلقاه دغيا كنلقاه موجود. هنا كما كتشوفوا راه بودر ولا بودر حيت كنطحنو. صافي من بعد كما كتشوفوا بهذه الطريقه غادا ندخلهم للفران، وغتشوفوا كيجيو زوينين بزاف، وخصوصا بديك صوص بيشاميل مع الكروفيت ومع الطون. صراحه والله العظيم تاع بنينه بزاف. ومهم هادشي اللي كاين البنات، هذا هو الغدا ديال اليوم ان شاء الله، خفيف وسهل خصوصا مع هذا الجو ديال الصاد. الصراحه عندنا الحراره البنات، ايوا هادشي اللي غادي ينفعنا الصراحه. المهم كما كتشوفوا من بعد ما كيبقاو ليا داك البيتزات هنايا دو صغيورين، بعد ما عمرت دوك الاخرين شويه شي وحدين، وهادو كنديرهم في الفريكو باش ملي كنبغيها كنلقاهم دغيا كنعمرهم بالعماره وكندخلهم في الفران. يعني كنخليهم غير يتحمروا غير من الفوق فقط، لان العجينه راه ديجا طيبه وديجا موجوده وصراحه زوينه بزاف. صافي كما كتشوفوا ها هما البيتزا ديالي هنايا كنخليهم يتحمروا ليا غير من الفوق، ما كنشعلش عليهم نهائيا من التحت حيت انا ما غارديش بهم يطيبوا لان راه طايبه العجينه. يعني كتبقى المهم راه عينكم بين عينكم ميزانكم، راه كتبان لكم العجينه كي كتجي مقهره ما شاء الله العظيم البنات، زوينه بزاف. غير كما قلت لكم انا كنشعل عليها غير البوطه من الفوق باش تايدوا بلي غير داك الفرماج ويتحمر شويه، تحمر شويه د العجينه وحتى داك الكروفيت باش يدخل ليه الطياب. صافي كما كتشوفوا جات خطيره والله العظيم البنات، ما بقات منها حتى حبه الصراحه. وهذوك صغيورين هما اللي كانوا شاطوا ليا، ايوا اللي بقى واللي ما بقاش راه كنجمعهم كنديرهم في واحد الباكيت وكندخلهم الفريكو. يعني حتى كنبغيهم كنجبدهم لان شي حاجه صحيه شي حاجه مفيده دابا خصوصا مع الصيف البنات. الصراحه هادشي اللي كينفع غير بحال هاد البيتزات، خصوصا الا طيبتي بحال هادو هكا دايرين شويه كبار وتخشيهم في الفريكو ملي تبغيو مره تجبدوهم ما نعاودش لكم. المهم هادو لي نيم هادو ديال الطون، هادي بيتزا ديال الطون كما كتشوفوا. هاد لي نيم اللي كنت ديجا وجدتهم معكم دابا تشوفوا معايا الفيديو. هادي ديال لي زيبينا مع الكروفيت والفيرميسيل والشامبينيو فريش، وهذا ديال صوص بيشاميل مع الدجاج والشامبينيو فريش. عايشين ما نعاودش لكم البنات اللي داقها احمق عليها. وشكرا لكم بزاف ومرحبا بكم مرحبا بكم البنات وشكرا لكم.